السلام عليكم. فيديو النهارده بسيط بحاول اعرفك فيه ازاي تعرف الحاجه دي متعقمه ولا لا. انت عايز تعرف اللي انت ماسكه ده دخل جوه الاوتوكلاف وخد دوره تعقيم ولا لا. بطريقه بسيطه خالص. دي كده الورقه الرول ده اسمه ورق رول خلاص، انما الازرق ده اسمه ورق كريب، لكن ده اسمه ورق رول. مقاساته بيبدا من 5 لحد 45، بيزيد 5 10 15 20 وهكذا. انما ده اسمه ورق كريب ومقاسه ممكن تلاقي 75 في 75 100 في 100، اللي هو طول في عرض يعني. تمام. اللزق اللي عليه ده اسمه بكر تيست يعني بيختبر لي تيست التعقيم، بيعرفني الصينيه دي اتعقمت ولا لا. طيب ده الورق قبل ما يخش الاوتوكلاف بتلاقي جميع الالوان. بص كده، الاربع الوان دول هتلاقيهم لسه زي ما هم ما اتغيروش، انما اللي داخل وخد دوره التعقيم هتلاقي ان هو اللون ده بقى اسود، يعني بقى معقم، اتحرق يعني. لان الاوتوكلاف ده كانت حرارته عاليه جدا، بيحرق الحاجه، بيعقم الحاجه عشان خاطر يموت اي بكتيريا او انفكشن على الالات ولا حاجه. فتاني لما تلاقي اسود كده اعرف ان هو اتعقم، انما لما تلاقي هنا هو كده مش محروق ان هو كده ايه، مش معقم. طيب ده اسمه ورق رول زي ما قلنا، وليه مقاساته من 5 لحد 45، وممكن تلاقي مقاس اصغر من 5 اللي هو ال 75 مللي ده. خلاص. بتلاقي مقاس مكتوب عندك هنا فوق اهوت على الجنب عشان يبقى وضحنا كل حاجه. انما بقى هنا كده الصينيه دي عايز اعرف متعقمه ولا لا. لو لقيتها محروقه بالاسود كده اعرف ان هي اتعقمت. انما لو هي التست زي ما هو لسه ما فيهوش السواد ده، يبقى دي لسه ما اتعقمتش ومحتاجه تخش دور التعقيم. يبقى لما تلاقي الحاجه السوداء دي موجوده، العلامه السوداء موجوده، هتلاقي اعرف ان هو اتعقم. انما لما تلاقيه مش موجود اعرف ان هو لسه عايز يخش دورة تعقيم جوه الاوتوكلاف، جهاز الديفايس اللي احنا بيه نعقم فيه. فيديو النهارده بسيط، حاولت اوضح لك وافرق لك ما بين ايه الحاجه المتعقمه ولا مش متعقمه. لو انت على اليوتيوب تقدر تعمل لايك وشير وسبسكرايب، لو انت على فيسبوك تقدر تعمل شير للبيتش. ونشوفك على خير باذن الله في الفيديو القادم. انا مصطفى جلاله، سلام.